العالم اللي فهم عقل الطفل كان هو نفسه طفل تحت ضغط. قصة جان بياجيه بدأت من بيته في سويسرا سنة 1896 في بيت كان فيه تناقض واضح. أبوه كان مؤرخ هادي جدا، منطقي ومنظم، وده زرع جواه حب التحليل والدقة. لكن الحاجة بقى كانت شخصية قلوقة جدا ومتوترة يا عيني أغلب الوقت، وده خلى بياجيه بيميل للملاحظة والانطواء من بدري. هو نفسه قال إن التوتر اللي عاش فيه في البيت خلاه يهرب للعلم من وهو صغير، وعلشان كده من وهو طفل عنده 10 سنين بس نشر أول مقال علمي ليه. كبر بياجيه وبدأ يسأل السؤال اللي غير علم النفس التربوي كله: هو الطفل بيفكر إزاي؟ وقتها كان السائد إن الطفل مجرد نسخة صغيرة من الحج الكبير، لكن بياجيه رفض الفكرة دي تماماً وقدم واحد من أهم مفاهيم علم النفس الحديث، مراحل النمو المعرفي اللي المفروض كل الأخصائيين عارفينها. وقال إن عقل الطفل بينمو على مراحل أساسية، ومن هنا ظهرت مصطلحات أساسية في علم النفس: الاستيعاب والموائمة والتوازن المعرفي. كل مرحلة لها طريقة فهم مختلفة. المفاهيم دي حرفياً غيرت طريقة فهمنا للتعلم وخلت التعليم الحديث يعتمد على نشاط الطفل مش حفظه. لكن بقى قبل بياجيه بسنين كان في واحد تاني بيبني أساس مهم في فهم الطفل، وهو فرويد. فرويد هنا كان واخد سكة تانية خالص. فرويد هنا كان شايف إن شخصية الطفل بتتشكل من بدري عن طريق إيه؟ أكيد يعني عمك فرويد هيقول إيه؟ عن طريق الخبرات والمشاعر طبعا. وهنا فرويد كان مختلف كالعادة، قدم نظريات مختلفة في المسمى والمضمون عكس الحاج بياجيه، وقال إن أي مشكلة بيمر بيها الطفل وهو صغير أكيد بتأثر عليه حبيبة قلبي لما يكبر. وما ننكرش إن من خلال فرويد ظهرت مصطلحات كتيرة ضخمة في علم النفس زي اللاوعي والأنا العليا وآليات الدفاع النفسي. يعني ببساطة كده الحاج فرويد كان دايما بيحاول يفهم هو الواد ده بيحس بإيه، لكن بقى بياجيه كان مختلف عنه، كان بيحاول يفهم إن الواد ده بيفكر إزاي. والحقيقة بقى إن علم النفس الحديث ما قدرش يستغنى عن الاتنين، لأن هما الاتنين فهموا الطفل صح. ومع اختلافي الشخصي على طريقة فرويد وتأييدي التام لطرق جان بياجيه ما نقدرش نستغنى عن الاتنين. فرويد وجان بياجيه الاتنين علماء نفس كبار، بس في النهاية منهج كل واحد فيهم كان نابع من تربيته هو شخصه، علشان كده كان فيه الاختلاف. ورا كل تفكير بسيط عقل بيتكون في هدوء. ولو انت مش مشترك ياريت تشترك على القناة.